أهلا بيكم. النهاردة هعمل معاكم الكنافة الصوابع. لو عايز تعملي الكنافة بطريقة مختلفة وفي نفس الوقت يبقى طعمها حلو جدا، هتطلع مقرمشة بسيط كده من بره وما شاء الله من جوه بجد هتدوب كده وانت بتاكليها. وصفة حلوة قوي وسهلة جدا بدون بقى تعقيدات وبدون خطوات كتير. هتطلعي أحلى كنافة صوابع ممكن تعمليها. بجد طعمها حلو جدا. تابعي الفيديو لغاية الآخر وإن شاء الله تبقى سهلة عليكي وتنجح معاكي من أول مرة. انا مي شاهين ودي قناتي على اليوتيوب. لو لسه اول مره تشوفيني اتمنى ان انت تشتركي وتبقي واحده من اسرتنا الجميله. اول حاجه خالص انا هبدا بالشربات. هستخدم معايا كوباية من السكر وعليهم كوباية وربع من المية، وكمان هحط عليهم معلقتين كبار من عسل الجلوكوز. زي ما في وصفات كتير قلت لكم ان عسل الجلوكوز ده مفيد جدا للحلويات لانه بيخلي الطعم مش مسكر قوي، يعني بيوازن الطعم وفي نفس الوقت بيخلي الشربات بتاعك ما يسكرش بعد ما بيبرد. وبضيف عليهم نص عصرة ليمونة، وطبعا برفعهم على النار لمدة 7 دقايق بالظبط، وبعدين بترفعيه من على النار وتسيبيه يهدى تماما. يعني بتحسبي من اول ما بيغلي 7 دقايق بالظبط وبترفعيه من على النار. حتى لو كان شكله سائل شويه ما تسيبهوش زياده لان هو هيتقل بعد ما بيبرد. بجيب بقى الكنافه بتاعتي كده سليمه زي ما هي كده، الشعر بتاعها طويل زي ما انتم شايفين كده، مش بقطعها خالص. وبعدين بقيس كده الطول المناسب بتاع صبع الكنافه اللي انا عايزاه. انا هنا قست بالشبر، وبعدين بقيس كل القطع عشان تبقى نفس المقاس، وبقص بالمقص. وطبعا نصيحتي ليكي ان انت بتحطيها في فوطه علشان ما تنشفش منك. بحضر الحشوه بتاعتي، اي مكسرات عندك في البيت مفيش اي مشكله خالص. انا كان عندي زبيب وجوز الهند والسوداني. قبل كده قلت لك ان السوداني بيكون صغير جدا، اسمه سوداني بندق للحلويات، بيبقى حلو جدا جدا. وكمان بضيف حوالي نص معلقه صغيره من القرفه، ومعلقه كبيره من عسل النحل، او ممكن الشربات اللي انت عملتيه بس لازم يكون بارد. الشربات هنا فايدته ايه؟ ان هو بيخلي الحشوه بتاعتك متماسكه شويه، فبالتالي بتمسك في بعضها وما بتقعش من الكنافه وانت بتلفيها، وحتى بعد ما تستوي فبتبقى حلوه جدا، وكمان بتدي طعم حلو للحشوه. يبقى كده حطيت الحشوه بتاعتك وكمان معلقه عسل النحل ورشه قرفه. هنا بقى بتاخدي الكنافة بتاعتك حوالي كده العرض بتاعها عقلتين، والطول بتاعها شبر زي ما انا وريتك. وبتبدأي ان انت تحشيها. الفكرة كلها ان انت يبقى جنبك كده شوية مية او بخاخ مية، بترشي الاول الرخامة بتاعتك، وبعدين بترشي كده السطح بتاع الكنافة علشان تهذبيها شوية، ما تبقاش هشة قوي والشعر بتاعها منحكش كده. لا، انت بالمية كده بسيط قوي، ما تزوديش الميه علشان ما تقلبش معاكي عجينه. ميه بسيطه قوي كده، بصي هتطلع معاكي مستويه جدا وشايفين ما شاء الله نايمه جدا كده وشكلها لذيذ جدا وسهله قوي. الفكره كلها ان انت بتتكي قوي وانت بتلفي الجناب، ومن اهو شايفين ما شاء الله الصبع طالع شكله حلو جدا زي ما انتم شايفين. طبعا هتخلصي كل الكميه اللي عندك بنفس الطريقه. طبعا في ناس بتستخدم السمنه مكان الميه، يعني بترششها كده سمنه، بس انا الصراحه بستخدم الميه، بتبقى حلوه جدا وخفيفه. وكده كده انا هحط السمنه بتاعتي بس بعدين. زي ما انتم شايفين كده اهو، بتحطي الكنافه بتاعتك بنفس الطول جنب بعض، وبعدين بتحطي معلقه من المكسرات، وبتبداي ان انت بتلفي كده بصباعك وتدوسي قوي وانت بتلفي علشان يطلع معاكي متماسك وما يفكش. وفي الاخر بتزودي نقطه ميه علشان القفله بتاعتك تتقفل صح. وبصوابعك كده بتتك عليها تكتين 3، وبتدحرجيها كده على الرخامة برضو مرة مرتين. خلاص يبقى انت كده عندك الصبع جاهز ما شاء الله، مفيش اي مشكلة. بتخلصي كل الكمية اللي عندك بتحطيها في صينية، طبعا بتكوني دهناها كويس جدا من السمنة، معلقتين سمنة كبار، وبعدين بتبدأي ان انت ترشرشي السمنة بتاعتك. استخدمتي قد ايه في الوصفة دي؟ نص كيلو الكنافة استخدمت معاه كوباية من السمنة السايحة. ممكن طبعا تستخدمي زبدة، مفيش أي مشكلة خالص، بس هتطلع معاكي ناشفة شوية. هي أحسن حاجة للحلويات الشرقية يا جماعة هي السمنة، واستخدمي سمنة طعمها حلو أو أي سمنة أنت متعودة عليها. وممكن لو أنت هتستخدمي سمنة نباتي ممكن تضيفي عليها نقطة من الفانيليا وهتبقى زي الفل ومفيش أي مشكلة خالص. طبعا زي ما قلت لكم
الفكرة كلها هنا مش بس في كمية السمنة، يعني أنتِ ما تدلقيش كده السمنة وخلاص، لأ لازم توزّعيها كويس جدًا زي ما أنا باعمل كده، تستخدمي فرشة أو معلقة صغيرة وتبدئي إن أنتِ توزّعيها كويس جدًا، 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 علشان هو ده اللي هيسوي معاكِ الكنافة مضبوط. أنا عايزة أقول لكم إن هي أخدت معايا كوباية إلا ربع كمان، مش كوباية بس، يعني الكوباية كانت كتيرة استخدمت كوباية إلا ربع. بتدخّليها على الفرن على الرف اللي في النُص لمدة 15 دقيقة وبتقلّبي الصينية كل شوية علشان تاخد كلّها لون حلو، وطبعًا أنتِ لو مع هي لوحدها هتاخد لون من فوق، لكن أنتِ لو الفرن بتاعِك بيشتغل شواية ومن تحت، بتشغّلي الشواية في آخر دقيقتين بس مش أكتر من كده، وهتاخد لون جميل أوي. هتحطّي عليها الشربات بيكون دافي شوية، ما يكونش بارد أوي، علشان أنا محتاجاها إن هي تبقى طرية، وبتغطّيها وزي ما أنتِ شايفة كده بتطلع معاكِ بالحلاوة والجمال ده. إيه الجمال ده، إيه العظمة دي يا جماعة! لأ بجد وصفة رهيبة، حلوة جدًا. الفكرة هنا إن أنتِ بتضيفي الشربات وهو دافي، وفي نفس الوقت بتغطّي الصينية أقل حاجة ساعة أو ساعة ونُص قبل ما تقدّميها، علشان تطلع معاكِ طرية كده وبتدوب، ما شاء الله. بجد وصفة تستحق التجربة. جرّبيها واكتبي لي في الcomment وما تنسيش بقى اللايك والshare كتير للفيديو، واشوفكم على خير وكل سنة وأنتم طيبين.